الوداد كيدخل لسوق الانتقالات رسميا البارح وكيوقع 3 اللاعبين في نفس النهار: ايمن الحسوني، حمزه جنان الله اللي كيرجعوا للفريق الام، وغنيمي كحارس من الفتح. الاخبار اللي جايه من مجلون كتقول بلي الوداد غادي يوقع على الاقل 10 اللعابه باش يحاول يسد اماكن الخصاص. خليكم معنا في هذا الفيديو نحاولوا نناقشوا التعاقدات، ندرسوا البروفايلات ونشوفوا شنو هي الاضافه اللي يقدر كل لاعب يقدم الوداد الرياضي. بقاو معنا. نبداو بايمن الحسوني، ومن لا يعرفوه المايسترو ولد الفرقه. كاملين عارفين الامكانيات التقنيه ديال ايمن، الكاليتي في لي باس، التمريره الاخيره، الشوفه ديال التيران، الاحتفاظ ولا الحفاظ على الكره في اماكن ضيقه. كاملين كنتذكروا الماتش ديال سان داونز ديال التعادل وكيفاش قدر انه يحيد الضغط على الوداد ويساهم في التاهل ديالنا للنهائي. ولكن في نفس الوقت الجمهور باغي يلمس التزام كبير وحضور بدني في الملعب الايمن، خصوصا ان الوداد افتقدات ولد الفرقه في السنوات الاخيره، اللاعب اللي غادي يقدر يكون كابيتان وسط التيران وخارج التيران. كنظن بلي ايمن عارف الضغط ديال الوداد، عارف شنو كيتسناه. نتمنى انه العوده ديالو تعطي اضافه للوداد داخل الميدان وخارج الميدان. كيبقى واحد من ابناء النادي، حتى السن ديالو 31 سنه. كنظن في المغرب الاوج ديال اللعابه كيكون فاد لاج بين 30 33 سنه. نتمنى ليه التوفيق ونتمنى انه يبدا من دابا العمل باش ان شاء الله يكون في احسن فورما مع بدايه الموسم. بعد ما مشى من الوداد خاض ايمن الحسوني 3 ديال التجارب احترافيه في الخليج وفي ليبيا. اول تجربه كانت مع معيدر القطري. بالارقام ايمن لعب 21 ماتش تقريبا، قدر يماركي 6 البيوتا وصنع اهداف اخرى. فرديا نقدروا نقولوا بلي الارقام ديالو مقبوله الى حد ما، ولكن الفريق كان عانى جماعيا في الدوري القطري، الشيء اللي اثر كذلك على المردود الفردي ديال ايمن. من بعدها جاتو واحد التجربه جديده، هذه المره في الامارات وفقة عجمان. بالارقام التجربه كانت قصيره، ايمن لعب 6 الماتشات فقط، ما قدر يسجل حتى شي هدف. التجربه نقدروا نعتبروها غير ناجحه بسبب غياب الاستقرار وقله المشاركه ديالو كاساسي. من بعد اخر تجربه كانت ليه هذه المره في ليبيا وفقة السويحلي الليبي. ايمن استرجع بعد الثقه في هذه التجربه ديالو وفقة السويحلي، قدر انه يتوج بلقب الدوري الليبي. كخلاصه نقدروا نقولوا باللي التجارب ديال ايمن ما كانتش موفقه بزاف ولا في مستوى التطلعات مقارنه بالاسم ديالو والتوهج اللي كان فيه، خصوصا في السنه اللي توجت بها الوداد بلقب الشامبيونز ليغ مع الكراكي، ولا كذلك الموسم اللي كنا تاهلنا فيه لنصف النهائي ضد كايزر وفقة البنزرتي. كان ايمن قدم واحد من احسن المواسم ديالو وفقة الوداد. نقدروا نعتبروا الرجوع ديالو للوداد فرصه ثانيه باش يثبت راسو مره اخرى داخل النادي. الصفقه الثانيه اللي تمت البارح ديال واحد من ابناء الفريق، حمزه جنان الله. خطوه الصراحه كتعتبر مزيانه بزاف. كنظن الفرقه محتاجه كما كنقولوا دماء جديده، ولاد الدار، ولاد الفرقه اللي عارفين بقيمه التوني. جنان الله صراحه لاعب اللي كيبروغريسي كيتطور. العوده ديالو غتعطي خيارات اكثر للمدرب باش يدور ليفيكتيف. اخبار اللي جايه كتقول بالوداد كتحاول تنيغوسي مع عطيه الله. كنظن في حاله التعاقد مع عطيه الله غتكون منافسه بين اللعابه بجوج. الوداد عانى بزاف الموسم الماضي من مركز الظهير الايسر وحتى المواسم اللي قبل منها. نتمنى انه قدوم جنان الله يحاول يغطي ولو نسبيا داك الضعف اللي عشناه في السنوات الاخيره. كتذكر بالبروفيل ديال حمزه جنان الله، مركز ظهير ايسر، يقدر يلعب كذلك ديفونسور سنترال. العمر ديالو 25 سنه، كان تعاب الفتح سباته، الاتحاد تماره. التجربه الاخيره ديالو كانت مع اولمبيك تشيرا في القسم الثاني، بعدها حقق الصعود مع الفريق. قدر انه يربح دقائق لعب اكثر، تنافسي اكثر مع تشيرا، فرض راسو كعنصر اساسي في لا ديفونس ديال الفرقه وتميز بالصلابه الدفاعيه، القدره على المساهمه في بناء اللاعب من الخلف. هذا التدرج والتالق ديال حمزه جنان الله هذا الموسم مع اولمبيك تشيرا خلى اداره الوداد الرياضي انها تفكر في العوده ديالو وخلاته انه يكون مره اخرى لاعب صفوف الوداد الرياضي بعقد كيمتد ل3 سنوات. التعاقد الثالث ديال الوداد غنيمي من الفتح، حارس مرمى 25 سنه، كيمتاز بواحد القامه طويله تبارك الله، 189، حارس دولي اولمبي، توج مع المنتخب المغربي بكاس افريقيا U23.
كان كذلك ضمن القائمه اللي توجت بالميداليه الاولمبيه في باريس مع الفتح بيباطي. الغنيمي لعب في اكثر من 20 ماتش، وقدر يحافظ على نظافه الشباك ديالو في عده مواجهات. كيتعتبر حارس شاب، تكنيكمون كيتميز بريفلكس عالي، عنده خبره دوليه كذلك مع المنتخبات الوطنيه، والتوقيع معاه جا لمده 3 سنوات. الانتداب ديال الغنيمي بشانه انه يدير تنافسيه اكبر في انتظار واش بن عبيد غيبقى في صفوف الفريق ولا لا. في حاله المغادره ديالو كاينه اخبار على التعاقد مع حارس الكوكب ولا انس الزنيتي. على ايين كنشوفوا انا بصراحه انتداب مزيان، لاعب انترناسيونال يتقاتل تا هو على بلاصتو واللي يستاهل بياخذ الرسميه. هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم. خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، شنو بان لكم في هذه الصفقات؟ واش تقدر تقدم اضافه للوداد ولا لا؟ شنو هي المراكز اللي مازال خاص فيها تدعيمات؟ صراحه انا كنشوفها صفقات مزيانه، خصوصا عوده ابناء النادي. واحد النقطه اللي مهمه، الوداد دائما التتويجات ديالها كانوا ساهموا فيها ابناء النادي بشكل كبير. اللعاب اللي لعبوا عارف قيمه توني، ماشي بحال اللعاب اللي غير سامع بالفرقه، وهادشي كامل شفناه في السنوات الاخيره. نتمنى اللعابه انهم يقدموا الاضافه المرجوه، وحنا كجماهير نستمروا في المسانده ديالهم حتى لنهايه الموسم. الفيديو ديالنا سالت اليوم، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ديما وداد.